صورت صح؟ قرب كده مني الكاميرا قدامي. لو عايزين تذيعوا اللقطه دي قولوا ذيعوا. المنتج الاول معانا ماشي سبوتس ماشي. احنا معانا منه ليه 4 منتجات منه ماشي. اطعمهم هتظهر قدامنا. هنجرب 3 بس دلوقتي، هيبقى فاضل معانا 1 هنجربه ان شاء الله في فيديو. هنفتح ده دلوقتي مع بعضينا وهنجرب طعمه هيبقى عامل ازاي. احنا اصلا ما جربناهوش. انت بتهزر يا ابني؟ هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. انت متخلف يا ابني. ده طبعا بنكهه الويرا صوص، البيكا صوص، الويرا صوص. المهم ان هي نكهه غريبه وجديده ومحدش سمع عنها قبل كده في مصر ولا في اي حته في العالم. هل ونسيت اقول لكم ان هو ثمنه 7 جنيه. الطعم ده بالظبط بطعم شيبسي الفراخ. فاكرين شيبسي الفراخ بتاع زمان؟ ماشي. هو نفس الطعم ده. انت لو كنت كتبته بطعم الفراخ انت كنت يعني على الاقل خليت الناس تشتريك. انت عامل حاجه غريبه. ممكن ناس كتير جدا هتخاف تشتري منتج مش عارفين ده طعمه ايه، يعني طعمه ايه وغالي يعني مش. بس انا اديله كطعم وكشركه، حتى ماتيريال الكيس مش حاجه وحشه ماشي. بس اديله 8 من 10 و8 من 10 دي لسبب واحد بس، عشان خاطر الاسم. انا عارف ان هم بيبيعوا بالاسم، يعني عاملين اسم غريب عشان الناس اللي زيي تروح تشتري المنتج. بس للعلم ان في ناس كتير جدا بتخاف تشتري الحاجات الغريبه. الاسم الحاجه الغريبه الناس هتخاف تشتري. يعني انا خايف ادفع مثلا 8 جنيه في منتج انا ايش عرفني ايه الصوص الغريب ده. وفي ناس اكتر بتحب تدوق الحاجات الغريبه. خلاص. فتمام المنتج ده انا بديله 8 من 10 على الشركه، على الماتيريال، على الطعم. وطعمه عامل زي شيبس الفراخ بالظبط. ودلوقتي هنخش مع بعضينا على المنتج ماشي. المنتج التاني بقى معانا ماشي، هو نفس الشركه بس الطعم اهو. ده المنتج. هتلاقوا المنتج دوت هو هتلاقوه في اي حته هنا. المهم يعني ان هو بطعم الهوت سراتشا. ايه الاسم المكسيكي ده؟ حاجه يعني في منتهى يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو منتج يا باولو الجمال يعني. المهم الهوت السراتشا ده ممكن يطلع الاغنياء اللي يعرفوه، انما احنا ناس يعني اخرنا ناكل يلا نفتح ونجرب وندوق. هو ليه لما بفتح بينط في وشي؟ المهم يعني بسم الله. الكميه هي شكل البطاطايه هي الطعم هو فليه انا اقعد ادوق؟ المهم يلا بسم الله. هو الهوت شورتس ده ماشي. المفروض يعني دي حاجه طعمها حراق، المفروض يعني ده المفروض، بس هي فعلا حراقه. بس اول ما دقتها ثانيه واحده ادوق تاني عشان اقول لكم رايي بالظبط. تمام. اولا الشيبسيه نفسها ملهاش اي طعم غير طعم الحريق اللي بيظهر بعد كده من الاكل. بس البطاطسايه نفسها حلوه تحترمها يعني، وانت بتاكلها تحترمها. بس مش دايق فيها غير شطه، يعني ملهاش طعم. يعني لو انت جايب شطه وليمون، انا بالنسبه لي شيبسي شطه وليمون احسن من ده كطعم. دلوقتي داخلين على المنتج الثالث. المنتج الثالث هي اغرب منتج في الشركه دي. الشركه اللي هي احنا دوقنا منها المنتج ده. ده بقى المنتج نسيت اقول لكم ان المنتج الرابع بتاعها عباره عن بطعم الملح، فما جبتوش الفيديو ده، فهجيبه ان شاء الله الفيديو الجاي. هقارنه بينه وبين شيبسي بالملح، اي حاجه بالملح. لو هو طعم الملح مش هضطر اجيبه يعني، انما ده فعلا غريب. بصوا طعم ايه؟ طعم إيه؟ المانجا المشطشطه. الصوره دي صح ولا انا بستهبل؟ ماشي. المهم يعني ان هو طعم المانجا المشطشطه. هو مسمينها ماشي سويت شيلي صلصه. ما شاء الله. اللي عجبني كمان في الشركه دي من البتاع ان هي ماشي كاتبه هنا كلام بيحفزك ان انت ممكن تشتري المنتج. يعني تقول لك
يقول لك انت مشتري احسن منتج وبتاع، تيجي تقرا تلاقي بطاطس كيربي كويت واخده حقها، تحس ان هي مطبوخه ده الكلام ده فعلا مكتوب مش انا اللي بقول. ماشي، نبدا دلوقتي نفتح ونجرب وندوق، بس انا حاسس ان انا مش عارف. مانجا مشطه، مانجا مشطه، لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدا. بسم الله. ولحد هنا احنا ايه، خلصنا فيديوهاتنا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد لو عملنا فيديوهات تاني. ماشي. A few moments later. بصوا، بالنسبه للطعم دوت، طبعا انا دقته دوت طبعا من الاثنين اللي معايا ورا الكاميرا. هتقول لي معاك اتنين وبتصور صور زباله في فيديو معفن في كاميرا. عندك كلمه طيبه قولها، ما عندكش تخلص خالص. جاتك ان شاء الله ربنا يكرم، بس انتوا دوسوا لايك بس وشير وسبسكرايب والحاجات اللي بيعملوها على اليوتيوب. المهم ماشي، ان انا شفت المنتج فيه طعم المانجا، ماشي، بس بتختفي مع طعم الشطه بعد شويه. يعني انا مثلا اول واحده اكلتها نزلت عنها اتصدمت من الطعم، فيها طعم مانجا ماشي، بس خفيفه جدا بتروح مع طعم الشطه. بعد كده بعد ما تاكل الثانيه والثالثه بتروح منك طعم المانجا اصلا ما تحسهاش، وبتحس ان هي طعم البطاطس اللي فيها كأنها زي طعم البطاطس اللي بتعمل امك بتعملها في البيت. زي ما انا بقول لكم، بس انا عشان بحب الشطه انا مش قادر اكمل الفيديو يا رجاله عشان اكمل. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. طبعا تقييمي للمنتج دوت في الاخر ممكن اديله 7.5 من 10، لانه صدمني. حاجه فعلا حلوه ومختلفه ومفيش زيها. يعني الاثنين التانيين كان في زيهم، مش الاثنين. يعني مثلا لو جينا قلنا المنتج ده كان في زيه اللي هو شيبسي فراخ، انما المنتج ده ماشي ما فيهوش زيه، بس يعني مختلف. انما ده فعلا ما فيش زيه، فعلا عمل لي طعم المانجا بس بتظهر في الاول. طعم الشطه فيه حلو جدا، الدنيا حلوه، واديله 7.5 من 10. ممكن منتج يكمل على فكره، ممكن يكمل، وطعمه زي طعم بطاطس البيت. انا هديله 7.5 من 10. تمام. طبعا كل المنتجات دي بغض النظر هي ايه، هي كله ب7 جنيه الواحد. لو حابب تجربه، لو بتحبوا تجربه. تمام. مين هو بالنسبه لي احسن منتج فيهم؟ احسن منتج فيهم هيكون المنتج ده طبعا، طبعا فاهمني، زي ما انا كنت بقول. هو انت قصدك على ده؟ ايوه يا ابني، اكيد متاكد هو ده. ماشي. المهم ده احسن فيديو النهارده في فيديوهاتنا، واحسن منتج في منتجاتنا. هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت؟ وليه هو ده فعلا. المهم ده منتج ده فعلا المنتج احسن منتج في الثلاثه. ان شاء الله الفيديو الجاي هجرب اللي هو المنتج بتاع الملح فيه وهقارنه اكيد بالملح. يعني هقارنه بكذا واحد ملح. طبعا احسن واحد ملح في مصر اللي احنا بناكله يا اما ليز ملح اللي انا مش عارف بقى مختفي فين الايام دي في مصر، مش موجود الا في حته معينه، او شيبس. وهشوف هل هيستحق الفلوس اللي بتدفع فيه بغض النظر عن هو احسن ولا شيبس احسن. هنجرب وندوق، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد. هحاول على قد ما اقدر ما اتاخرش عليكم في فيديوهات، واستنوني في فيديو جديد من فيديوهات من القناه في حاجات كتير ان شاء الله. حاجه مهمه جدا، شكل البطاطسايه نفسها يعني جامده، يعني مش حاجه تافهه بتتكسر بسرعه، لا الشيبسيه نفسها متكلفه. يعني 8 جنيه او ال7 جنيه اللي انت دفعتهم فيه بصراحه احسن من او نسيت اقول لكم الكميه بتاعته صغيره جدا في الكيس، قليله جدا فاهمني، بس يعني هو محترم. يعني هو طعمه حلو جدا وممكن تجيبه تاني، بس زيه زي شيبس الفراخ. انا مش عارف اصلا شيبس الفراخ شيبسي ليه لغيتي طعم الفراخ.